بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقول لك على حل مشكلة دلوقتي بتواجه كل الناس، وهي ايه؟ انك انت اما تيجي الشاشة بتبقى شغالة اهي، الشاشة شغالة وتمام التمام، تيجي تقيد اي لنضة او تحط تعمل اي مفتاح او تشغل اي حاجة، الشاشة تقفل بالطريقة دي. ايه كده؟ هوريك اول تجربة. انا مثلا قدت لنضة راحت الشاشة قافلة اهي. انا قدت لنضة الشاشة كده راحت قافلة وراجعة تاني. التاني كده جرب تاني كده اهي، بايد اللنده بتروح الشاشه قافله بالطريقه دي اهو. الشاشه بتقفل. بقى هقول لك على الحل بتاع الايه المشكله دي والعلاج بتاعها. هقول لك على حلها وعلاجها، تابع معايا. الحل يا باشا انك انت هتشتري وصله زي دي، اسمها وصله 3 في 1، وصله 3 في 1، ودي ثمنها 15 جنيه، موجوده عند كل الناس بتوع الدشات. وصله 3 في 1 اهي، وصله 3 في 1. هتشتري الوصله دي وتوصلها بالتلفزيون والريسيفر. هتوصلها ازاي؟ هتسيب الكابل بتاع الاتش ام، الاتش ام برضو راكب زي ما هو، بس انت هتوصل دي توصيله كده هتمنع الكلام ده. هتوصلها في الريسيفر اهو. هنيجي كده هنوصلها في الريسيفر اهو. ده المدخل، ده الريسيفر اهو. ده الريسيفر اهو، بيبقى فيه مدخل كده صغير كده اسمه اي في، اللي هو ده الصغير ده. هتوصل دي فيها كده، الاي في دي هنوصلها كده اهي في الريسيفر اهي 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 يا باشا اهي. وصلنا اهي الاي في دي في الريسيفر. والثلاث تطرف دول اللي هم الاحمر والاخضر والاصفر، دول هيوصلوا في مدخل الشاشه. دول هيوصلوا في مدخل الشاشه. هوصلهم وارجع لك، واخد بالك؟ دول هيوصلوا في المدخل بتاع الشاشه. يبقى الوصله وصلت هنا في الريسيفر من هنا، ودول هيدخلوا في الشاشه. في نفس الوقت برضو الكابل بتاع الاتش دي ام اي واصل برضو زي ما هو اهي. هوصلها وارجع لك. كده انا وصلتها اهو. كده انا وصلت الوصله في الريسيفر اهي. الوصله اهي واصله في الريسيفر، والثلاث تطرف اللي هو الاحمر والاخضر والاصفر دي واصل في الشاشه من ورا. وفي نفس الوقت الكابل الاتش دي ام اي ده واصل في الريسيفر اللي هو ده الكابل ده. وادي الصوره اهي زي ما هي اهي. انا بقى هاجي هنا بقى على كلمه الاتش دي ام اي اهي، بدل ما اخليها الاي في هرجعها بقى على كابل الاتش ام زي ما هي اهي. هوصلها على كابل الاتش ام اهي اهو. كده كده هي بقى شغاله على القناه، شغاله على الاتش ام اه. لو جينا بقى طفينا النور وايدنا، جرب كده يا احمد، اطفي النور وايده. اطفي النور وايده اهو. بص بطفي النور اهو، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. ايد واطفي تاني اهو. بطفي اي حاجه كده ولا اي حاجه. انت بتجيب الوصله دي اهي، شايف؟ ولا اي حاجه، ولا الصوره بتهتز ولا بتفصل ولا الكلام ده كله. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحط الوصله دي عباره عن واصله كده بتخليها تحمي الشاشه من الفصل وخلاص. لكن هي ملهاش احنا بنحطها سناده كده بس. لكن انا ما بشغلهاش، انا باجي على وصله الاتش دي ام اي اهي. اتش دي ام اي اهي ومشغل عليها، واخد بالك؟ زي الصوره زيها زي ما كانت بالظبط. انا بحط دي كده احتياطي عشان تمنع الهزه اللي انت شفتها دي، عشان تمنع اي حاجه انك انت اما تيجي تشغل الريسيفر، اما تيجي تشغل الشاشه اما تيجي تفصل، ما تفصلش بقى لما تيجي تقيد كهرباء او تحط فيشه اي حاجه تانية او تقيد لمبه او الكلام ده كله، تمنع الكلام ده. بس حاجه بسيطه وسهله ومش مكلفه، 15 جنيه هتغنيك عن الكلام ده كله، وتجيب الوصله دي ب 15 جنيه. والسلام عليكم ورحمه الله. اعمل لايك للفيديو لو عجبك، واعمل اشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.